من المؤكد أن البابليين قد ساعدوا في تطوير الرياضيات، فألواح الهندسة تثبت أن نظرية بيثاغورس كانت معروفة زمن نبوخذ نصر. كتب كولدوفاي يتعجب: لقد زاد علماء الفلك البابليون من غنى معارف العالم القديم، حتى أن سقف الهيكل العالي أعطي مكانا نموذجيا، وهذا يسهل رؤيته. حتى عصرنا لم يبرهن هذا، ونجد كثيرا من النظريات، فالأسطورة البابلية تستمر وتحيا بأسرارها. مثال ذلك الأسد المنحوت من صخر البازالت الفريد من نوعه، إنه موجود في الصحراء البابلية منذ آلاف السنين. يخبرنا كولدوفاي أن سكان المنطقة ينظرون إلى التمثال كجن أو كروح شريرة، فمن صنع هذا التمثال الحجري ولماذا؟ يبقى الأمر لغزا حتى يومنا. وكذلك الأمر بالنسبة لبناء آخر مشهور لا يوجد حتى الآن مثيل له، إنه الباب الأزرق للمدينة المخصصة لتقديس الإلهة عشتار. استرسل كولدوفاي في تلغرافاته إلى برلين متحدثا عن جمال الأجر الغريب، ففي ألمانيا كانوا يعجبون من كثرة الظواهر الشرقية. صناديق من قطع الأجر الأزرق نقلت إلى برلين وغسلت وصنفت. إن إعادة بناء باب الإلهة عشتار بدأ في متحف برلين. بابل في برلين، باب مدينة نبوخذ نصر الكبير، قام برحلة اجتياز 5000 كيلومتر بعد قرنين ونصف القرن. يحمل الباب نقوشا للحيوانات، وهو الأسلوب البابلي الفني المميز. إنها الحيوانات التي ترشدهم إلى وسط المدينة. كان الأجر الأزرق يبهر المرة الذين يدخلون المدينة وهم قادمون من لهيب الصحراء. وكيف للنموذج الأزرق الباهر والمنعش لحجر الأجر أن يؤثر على القادمين من لهيب الصحراء؟ الغشاء الأزرق للأجر، كيف كان ممكنا تطوير تقنية غير اعتيادية مثل هذه قبل 2500 عام؟ يملك الكيميائي ستيفان فيتس قطعا من الأجر من بابل، لقد تفحصها ويعرف سرها. اختصاصي الخزفيات أندرياس فريتشي يستطيع أن يوضح لنا هذه الطريقة التقنية المعقدة. إنها خطة دقيقة، ففي أول خطوة يذوب الرمل والصودا من رماد الأعشاب مع مادة فريتي المادة الأساسية للغشاء في فرن مبرمج على الكمبيوتر. أما كيف استطاع البابليون المحافظة على درجة حرارة 950؟ فهذا يبقى سرا من أسرارهم. مادة فريتي عبارة عن زجاج خام يطحن بأساليب أخرى ليصبح مسحوقا ناعما. يضاف إليه كمية كافية من الكوباد وأكسيد النحاس. الكيميائيات تعطي اللون الأزرق الزاهي، ولكن كيف استطاع البابليون تحديد كمية أكسيد المعادن؟ لغز لا يفكك. في أيامنا نستطيع ذلك باستخدام ميزان صيدلي. يضاف إلى المسحوق مياه مقطرة فيصبح لدينا مزيج لين وهو الغشاء النهائي. إن ما أنجزه البابليون في عماراتهم وفي تزيين أبنيتهم وما يختص في تقنية الغلاف كان إنجازا رفيع المستوى. أما كيف صنعوا هذا وغيره فهو أمر ملفت للنظر، كما أنه لم تكن المواد الأولية متوفرة في ذلك الوقت، مما يعني أنه كان يجب عليهم نقلها من بلاد بعيدة، فهي موجودة أمامنا ولا يستطيع أحد أن يقدرها حتى الآن. الغشاء يسكب سكبا كما يقول الخبير.